ازيكم عاملين ايه؟ احنا لسه مكملين في تفريزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتعليقي جميل، علشان بجد تعليقك بيفرحني جدا. ولو انت اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تعملي تفعلي الجرس وتشتركي. احنا النهاردة هنعمل اللحمة. معانا كيلو لحمة مفرومة، ومعانا بصل مش مفروم قوي، تحس ان هو لسه فيه حتت. هنزل عليه دول 4 بصلات، فرماهم في الكبة. نزلت عليهم بملح، ملحته كويس، وفلفل كتير، يعني معلقة فلفل كبيرة، لان دي كمية بصل كبيرة جدا. ونزلت عليه بمعلقتين كبار من البابريكا، لان انا عايزاها البصلية بتاعتي او اللحمة اللي انا هعملها تبقى ايه، حمرا جدا. وابدا ان انا ادعك ده كله كده مع بعضه، دعكه كده كويسه بتاعت ربع ساعه. تمام. وهنزل عليها بكوبايه ميه وهدعكها برضو. تمام. وهسيبها برضو لمده قد ايه، لمده نص ساعه. وهيكون معايا نص كيلو برغل، غسلته كويس 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 كويس، بتاع يجي 20 مرة لحد ما تبقى المية بتاعته صافية زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وهنزل بيه على البصلايه. تمام. وادعك. عندك حته ليا، حطي الليا، هتخليه ان هو يمسك كده في بعضه. ما عندكيش، ممكن تجيبي بقسماط ناعم كده، نص كوبايه او كوبايه من اللي احنا بنشرب فيها الشاي، وتحطيه عشان يبقى متماسك. وتسيبي الخليط ده كده بتاع ساعه، يا تحطيه في التلاجة يا تسيبيه بره. تمام. بس اهم حاجه تدعكي فيه جامد كده علشان كله يبقى حاجه واحده، يشرب كله من بعضه. تمام. انتي المفروض اصلا لما تيجي كده تمسكيها ايه، تلاقيها ايه جامده كده. طبعا احنا بعد ما حطينا اصلا البقسماط، هننزل بقى بالكيلو اللحمه. احنا هنعمل اصلا 4 حاجات. ايه هما ال4 حاجات؟ إيه، كفته، وال والبرجر، والحواوشي، والبفتيك الكداب. تمام. ودي الابيض ده كان بيكنج باودر، حطينا نص كيس بيكنج باودر. تمام. وهنسيبها كده برضو ترتاح. كل ما هتعملي خطوة هتسيبيها ايه، ترتاح بتاع ربع ساعة مثلا. وبعد كده ماما برضو هنا جت وقسمته 4 تربع، لكل ربع هنعمل بيه حاجة. تمام. واحنا هنا مش هنحط، لما بقى نيجي نستخدم كورة كورة، مش هنحط ملح خالص. كل اللي احنا هنعمله ان احنا مملحينها. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط كيس من البهارات اللي انتي بقى ايه عايزاها. الحواوشي، الكفتة، البرجر، زي ما انتي عايزة. احنا دلوقتي هنبتدي بايه، ببهارات ايه، البرجر. تمام كده فضيناها وهندعك كويس. وطبعا انتي ممكن تعمليها مثلا في القالب، احنا ما عندناش قالب. طب احنا هنعمل ايه، جبنا علبة الجبنة اللي هي النستون، وقطعنا الكياس اللي هي بتاعت التلاجة دي زي ما انتوا شايفين، ودهنا كيس من تحت زيت وكيس من فوق تاني زيت. وجبنا اللي هي بتاعت الهراسة بتاعت البطاطس، وايه، وبندوس كده بنسويها بس كده، ونقفل الكيس زي ما انتوا شايفين. تمام. ونحط في الطبق، نحاول بس ان هي ما تتكسرش معانا. زي ما انتوا شايفين هنعمل تاني اهي. ماما جابت الكيس وحطت الزيت وجمعت حتة كورة كده، تحاولي ان انت ايه، بتسويها بالويم. تمام. وتحطيها وتفردي عليها الكيس اللي هو التاني، وتجيبي الهراسة بتاعت البطاطس وتفردي كده. دي بصراحة كانت اسهل طريقة. عندك القطاعة اللي هي المدورة دي، اعملي بيها.
بس في افكار على حسب الطريقه اللي تريحك اعملي بيها. بس كده، وتساوي، والسمك بتاعها بتاع 2-3 سنتي. بس كده. بصوا دي الكميه اللي احنا عملناها في البرجر. تمام. تاني بقى كورة، كانت هي الكورة بتاعة الكفتة المشوية، كفتة الحاتي. على فكرة في توابل كتير، وممكن اصلا تجيبي توابل سايبة. النوع اللي انت بتحبيه جربيه. احنا كنا جايبين كنور ونوع تاني كده انا مش فاكرة اسمه. وبتبدأي تدعكي، بتدهني ايدك زيت والعصاية زيت، وتاخدي حتة كورة تفرديها على العصاية. العصاية بتاعة الخشب دي ممكن، يعني دي طريقة حلوة. تمام. دي الكمية اللي احنا عملناها وبنفرزها. يعني بسم الله ما شاء الله اللحمة رمت معانا كتير. تمام. لازم تدهني العصاية زيت عشان اللحمة ما تلزقش، لا تلزق في ايدك ولا تلزق في العصاية. وتفردي كده وتديها ايه، شكل كده ايه مزجزج. الشكل ده بيبقى حلو جدا. بس كده. دي كان تاني وصفة من اللحمة. نيجي بقى لايه، للوصفة التالتة اللي هي خلطة الحواوشي. انا طبعا مش هنحط حاجه، احنا هنا الحواوشي ده احنا مش هنحط له ولا خضره ولا حاجه غير لما انت تيجي وتطلعيه، عشان ايه بقى ايه كله طازه. هنفضي بس الكيس ونقلب كويس. تمام. نيجي بقى ل ايه، لل للبفتيك الكداب. بنجيب كيس برضو تلاجة زي ما انتوا شايفين، قاطعين بس نصه، ونفرده بطريقه عشوائيه. يعني ايه زي ما انتوا شايفين كده، ونسيبه برضو في الكيس، مش هنطلعه. انت بتفرديه بالطريقه اللي انت عايزاها. ده اسمه ايه، البفتيك الكداب. تمام. بجد كيلو لحمه عملنا منه 4 وصفات باسهل الطرق. و... وانجاز. يعني التفريزات دي بتبقى حلوه قوي في رمضان، جالك حد على غفله في يوم مكسله ان انتي تطبخي بقى، وعندك مذاكره واولاد بقى وبترجعي من الشغل، التفريزات دي بتنفعك جامد جدا في حياتك بجد. يعني انا بصراحه في ايام ما بحبش ان انا اطبخ، ومع ذلك ان انا بطلع من الفريزر على طول قبليها بساعه قبل الفطار واعمل. يلا بقى بصوا عملنا قد ايه كميات، بسم الله ما شاء الله، لو اكبر عليهم. إيه، ما تنسوش بقى تقولي لي ايه رايكم، وان شاء الله استنوني بقى في تفريزات اجدد واحلى. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتعلقوا، وانتي اول مره تشوفيني ان ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا مع السلامه.